تحياتي، مساء الفل. كابتن ابراهيم مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ طمني عليك. الحمد لله بخير والله، زي الفل الحمد لله يا رب دايما. خليني اسالك ايه كانت كواليس اعاره قندوسي في الاساس؟ يعني فكره الاعاره نفسها، ايه اللي حصل في الحته دي تحديدا تقولها لنا؟ فكره الاعاره ان قندوسي كان مستر كولر اتكلم معاه في ان هو يطلع سنه اعاره، وكان بيفضل ان الاعاره تكون داخل مصر عشان يقدر يبقى تحت عينيه. قندوسي ما كانش عنده اي مشكله في ده وتواصل مع مستر كولر. هو بس كان بيفاضل بين عرض واثنين في مصر وبره مصر. واستقر يعني الحمد لله بينا الامر لسيراميكا كليوباترا. هل قندوسي كان عنده الرغبه في الاستمراريه في النادي الاهلي، انه ما اخدش فرصه فكان عايز يعني يبقى الموسم ده موجود مع الاهلي، وده اللي شويه اخر الموضوع خلى الناس تتكلم شويه؟ فكره رغبه مش فكره اي حاجه ثانيه ولا لا؟ هو طبعا قندوسي كان عنده رغبه انه يكون مستمر مع النادي الاهلي. لكن لما اتكلم مع الناس والناس اقنعوه ان هو لما يطلع هيلعب اكتر وهيشارك اكتر، ما كانش عنده مشكله خالص ان هو يطلع سنه على سبيل الاعاره. واكيد طبعا يعني بيفكر يطلع سنه عشان يرجع الاهلي ان شاء الله، ده ليه مكان باذن الله. طيب هو كان عنده من جوه مصر سيراميكا كليوباترا، وكان عنده من جوه مصر تاني عروض تانية ولا ما كانش هو بس كان عنده من جوه مصر غير سيراميكا كليوباترا، كان عنده 4 عروض تاني. بس لما قعدنا مع بعض طبعا اتفقنا. مش عايز تقول الاسماء؟ لا ما فضلتش اقول الاسماء بصراحه، لكن احنا اتكلمنا مع بعض كويس وفكرنا كويس في العروض اللي جايه له. واستقر بيه الامر ان هو يبقى موجود في سيراميكا كليوباترا. كان ايه المعيار اللي بناء عليه انت برضه بتفكر له اكيد يا كابتن نصر؟ كان ايه المعيار اللي انت قلت له لا قندوسي لو رحنا سيراميكا كليوباترا امورنا تمشي احسن؟ كان ايه المعيار؟ المعيار طبعا تفكيرنا ان سيراميكا كليوباترا فريق بقاله 3 مواسم في الدوري الممتاز، فريق كويس، فريق محترم، نادي مستقر. طبعا الناس اتكلمت معاه كويس جدا واقنعوه بفكره ان هو يبقى موجود معاهم. واحنا طبعا احترمنا رغبه الناس في ضمه يعني وكان اختياره ان هو يروح يلعب هناك ويقدم مستوى كويس، وان شاء الله يرجع تاني النادي الاهلي باذن الله. هل كان عنده عروض فعلا من الجزائر او من انديه عربيه بخلاف الجزائر؟ كان عنده عروض من الجزائر وكان عنده عروض في اوروبا، فرقه بتلعب يوروبا ليج. يوروبا ليج. وكان عنده عرض في الخليج في الكويت. بس طبعا بعد ما اتكلمنا مع بعض استقر ان هو يلعب في مصر زي ما يعني عايز تقول لي ان هو ما رضاش يروح الانديه بتاعه اليوروبا ليج اللي بتلعب في اليوروبا ليج علشان ينفذ الكلام اللي قاله له كولر عشان يبقى قريب من عينيه؟ طبعا الراجل كان مقتنع بكلام مدربه جدا جدا. طب مش عنده اي مشكله خالص. طب دي ملحوظه مهمه او دي معلومه برضو مهمه كويسه ان احنا عرفنا نوصل لها برضو. طيب هل كان في اي خلاف فيما يتعلق بمساله الراتب من يتحمله الاهلي ولا سيراميكا كليوباترا، ولا هو الراجل اتقال كلام قندوسي مش عايز يقل الرقم بتاعه اللي كان بياخده في الاهلي عن اللي بياخده في سيراميكا كليوباترا؟ انت معانا ممكن توضح لنا الحقائق اكتر من اي اجتهادات تانية ممكن تكون اتقالت. والله يا كابتن الفتره اللي فاتت دي اتقال كلام كتير جدا. قندوسي مش عايز يمشي، قندوسي بيقول للاهلي عايز افسخ عقدي، قندوسي متمسك بسين وصاد. كل الكلام ده طبعا ما حصلش. وما حدش عرض عليه حتى ان هو يخفض راتبه ولا اي حاجه. الفرقتين اتفقوا. كل ده اونطه، كل ده بلالين. كل الكلام اللي بيتقال ده لا اساس له من الصحه يعني. مفيش. الراجل قعد مع الناس واتفقنا على كل حاجه وما كانش فيه خلاف في اي حاجه. الاهلي كان مرحب باعارته، سيراميكا كان عندها رغبه قويه في ضم قندوسي والناس اتفقت ومفيش اي مشكله. طبعا احنا كنا بنستغرب كل الكلام اللي كان بيتقال ان قندوسي عايز يفسخ مع الاهلي، وقندوسي اصلا اللي شاف قندوسي في اللقطات حتى اللي بيظهر سواء في الملعب او حتى كمان مع زمايله، تحس ان هو داخل جوه تيم النادي الاهلي، تحس ان هو مش عايز يمشي اصلا من النادي الاهلي. فمش متخيل انه ممكن يكون يعني انا لما اجي اضاهي مثلا الكلام اللي كان بيتقال بتصرفاته نفسه، حاسس ان هي فيها بعد. الراجل تحس ان هو حابب النادي الاهلي يعني جدا جدا. طبعا هو لعب مع الاهلي طبعا 6 شهور اللي فاتوا، خد 4 بطولات مع النادي الاهلي. فدي كانت طبعا بالنسبه له حاجه كويسه جدا. فازاي هيفكر بعد ما عمل يعني ازاي هيفكر بعد ما عمل انجازات في 6 شهور مع النادي الاهلي؟ طبعا اللي اي حد بيفكر ان هو ينضم ليه طبعا من غير تفكير. ده كفايه مكافآت الفوز بالبطولات يا باشا. ايه؟ ده كفايه مكافآت الفوز بالبطولات.
لا والله كمان يا كابتن ابراهيم ما تحسبش كده قوي قد ما تحسب لا بهزر يعني، بهزر يعني. طبعا طبعا. لا طبعا ما كانش فيه الكلام ده خالص. كنا بنستغرب من اللي احنا بنسمعه ان قندوسي عايز يفسخ، ان قندوسي متمسك براتبه، ان الكلام ده كله ما حصلش. واحنا كنا دايما بنتكلم مع بعض. هيجي وقت وهتوضحوا، كنتوا عايزين تقولوا هيجي وقت وهتوضحوا، ودلوقتي جه الوقت اعتقد اهو. جه الوقت طبعا لما الراجل خد قرار ولما استقر ان هو يروح سيراميكا كليوباترا طبعا. فده كان انسب وقت يعني نتكلم فيه. يعني كانت الناس كلها فاهمه غلط، والناس كلها بتقول ان هو في مشاكل بينه وبين النادي الاهلي. طبعا ده ما حصلش. بالعكس الناس بتحبه جدا جوه الفرقه، وكمان النادي الاهلي كله شايف ان قندوسي، اكيد جمهور الاهلي شايفين انه لعيب كويس جدا وخامه كويسه. فما اعتقدش في مره يعني ان حد ضايقه في حاجه جوه النادي او اي حاجه. ولما اتكلمت معاه الراجل قال لي لا ما فيش الكلام ده. طب في حاجه بتضايقك جوه النادي؟ لا طبعا. اكيد طبعا اي لعيب هيخرج من النادي الاهلي هيبقى محتاج يفكر شويه طبعا في الخطوه اللي جايه. فطبعا خد وقته وفكر، والحمد لله استقر يعني باذن الله، وان شاء الله يقدم موسم قوي ويرجع تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. لو في حاجه عايز تقولها على لسان قندوسي لجمهور النادي الاهلي عايز تقول ايه؟ عايز اقول لهم ان هو ان شاء الله باذن الله بيوعدكم انه هيعمل موسم قوي مع سيراميكا كليوباترا، وباذن الله يرجع تاني النادي الاهلي، لان هو حابب يكون موجود وحابب يكمل معاهم سلسله البطولات طبعا اللي ما بتنقطعش ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله بيوعدهم ان هو يرجع اقوى من الاول كمان، ويبقى عنده اصل ضمنهم الفتره اللي يعني. هو لعيب جامد يشد حيله ان شاء الله باذن الله ويتالق مع سيراميكا كليوباترا ونستمتع بيه في النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن نصر.